الإنجليزي متكون من 26 حرف. الحروف دي متقسمة 2 consonants vowels. الكونسونانتس هي الحروف الساكنة، الفاولز هي الحروف المتحركة. الحروف المتحركة متحركة ازاي يعني؟ الفاولز أو الحروف المتحركة هي حروف المد بالظبط زي العربي، ألف واو ي. في الإنجليزي هم 5. طب يا ترى ايه هم ال5 حروف الفاولز في الإنجليش؟ ال5 حروف دول O E A I U، زي الوش ده بالظبط. اوعوا تنسوا. يا ترى حروف الفاولز ليها نطق معين؟ حروف المد الانجليزي او الفاولز ليها نطقين او نوعين، الشورت واللونج. زي المثال ده mad made. mad حرف الاي شورت بيتنطق ا، made حرف الاي لونج اكني بقول اسم حرف الاي وبمده made. mad made. مثال كمان kit kite. kit حرف الاي شورت ا، kit kit. kite حرف الاي لونج بيتنطق اي kite kite kit kite. ناخد مثال كمان على حرف اليو زي cut cute. cut حرف اليو بيتنطق ا cut cut. cute حرف اليو هنمده يو cute cute cut cute. في الفيديو ده اتعلمنا ان حروف الفاولز او حروف المد 5 حروف ليهم نطقين، الشورت واللونج. نتعرف اكتر عن الشورت واللونج فاولز في اول ليفل عندنا في كونسبت، وده بيساعدنا كتير جدا في قرايه اي كلمه في الانجليش. This is Arij Ahmed, an English instructor at Concept, and you have to start learning English now. Bye.